النهارده كان خلاص هيتنصب عليا. خدوا بالكم يا جماعه، ضروري جدا من النقطه اللي انا هتكلم معاكم فيها دي. الرقم ده اتصل عليا النهارده على انه خدمه عملاء للبنك الاهلي، وكان السبب ان الفيزا بتاعتي انتهت وهو بيجددها. ده كلامه. طلب مني شويه بيانات زي الرصيد الموجود قد ايه، واخر تحويله كانت بكام، وطبعا الرقم اللي بقى موجود على الفيزا من قدام. فطبعا ما اديتش اي اخوانه واتكلمت معاه عادي على انه فعلا من خدمه العملاء. وانا بقى بمليه الرقم اللي موجود على ظهر الفيزا، سبحان الله ربنا الهمني ان انا اقول له ان التاريخ الموجود على الفيزا لسه هينتهي في 2028 واحنا دلوقتي في 2025. ازاي الفيزا بتاعتي انتهت؟ فسالت السؤال ده، قال لي هبعت لك دلوقتي رقم عشان خاطر تتاكد ان انا من البنك الاهلي. وبالفعل بعت لي كود برساله بس ما كانتش من البنك الاهلي، فاتاكدت ساعتها ان هو نصاب. ولما قلت له ان الرساله اللي انت باعتها ديت مش من البنك الاهلي، قال لي اصل انا دلوقتي مش في الشغل، زائد الرقم اللي هو متصل عليا منه رقم غير موثوق. فلما واجهته بالكلام ده لقيته قافل السكه في وشي. فدخلت على الترو كولر عشان خاطر اتاكد من الرقم ده، فاتاكدت فعلا ان هو نصاب. فرساله انا عايز اوصلها ان النصب انتشر جدا اليومين دول، فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا ونخلي اهالينا كمان ياخدوا بالهم من النصب والسرقه دي. الحاجه الثانيه ان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الحفيظ، ومفيش اي حاجه هتحصل معاك الا بامر من ربنا سبحانه وتعالى. فلما يبقى في علاقه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيحفظك وهيحفظ لك كمان المال بتاعك. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الارقام الغير موثوقه ديت، وما نديش الرقم السري لاي حد. الحاجه الثانيه ان يكون في علاقه بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، علشان ربنا يحفظنا من اي سوء ومن اي شر. لايك وشير للفيديو عشان خاطر نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من الناس. سلام.